السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في رحلة جديدة مع أحد أجمل أعمال السينما المصرية في زمنها. حديثنا اليوم عن فيلم خالد في الذاكرة، أحبه الجمهور وتركوه أيقونة في التاريخ. إنه فيلم غزل البنات، المنتج سنة 1949. فيلم جمع نخبة من أكبر أساطين الفن، فعلى رأس البطولة جاء الفنان الكبير نجيب الريحاني في آخر أدواره السينمائية، مع المطربة المتألقة ليلى مراد بصوتها العذب وأدائها الرقيق. وقد شاركهما البطولة أيضا نجم أنور ودي، كما ظهر الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان يوسف وهبي كضيوف شرف، ليضفوا على العمل بعدا فنيا خاصا. تبدأ الأحداث مع ليل، الفتاة الباشا الثرية المدللة التي تعاني صعوبة في دروسها، فيستعين والدها بمعلم بسيط يدعى الأستاذ حمام، ويجسده نجيب الريحاني الذي يأتي ليحاول تقويمها وتعليمها. ومع الوقت يقع الأستاذ الطيب في غرام تلميذته، ولكنه يدرك أن الفارق بينهما كبير، فهو رجل فقير وهي بنت باشا ثري. وفي مقابل ذلك تتعرف ليلى على شاب وسيم يدعى وحيد، ويجسده أنور ودي، فتقع في حبه وتقرر الارتباط به. هنا تبدأ المأساة الإنسانية للأستاذ حمام الذي يخفي مشاعره ويضع سعادة تلميذته فوق قلبه، فيجسد أروع صور التضحية والنبل. ويزداد سحر الفيلم بأغانيه الخالدة التي قدمتها ليلى مراد بصوتها الأسر على الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، منها أغنية غني لي شوي شوي، وأغنية الحب جميل، التي أضفت على الفيلم طابعا ساحرا يمزج بين الدراما والطرب. وفي النهاية يبقى غزل البنات أكثر من مجرد فيلم، فهو قصة حب مؤثرة ودرس في التضحية وإيثار غير النفس، كما أنه الوداع الأخير للفنان الكبير نجيب الريحاني الذي رحل بعد الفيلم مباشرة، ليتركه تذكارا خالدا في قلوب الجميع. وإلى يومنا هذا يبقى غزل البنات من أجمل ما قدمته السينما المصرية، فنعيد مشاهدته مرات ومرات ولا نمل من سحره وجماله.